ما تخليش البيت يلمع اكتر منك، ما تخليش نفسك اخر واحده في لسته كبيره من كل الناس اللي حواليكي اللي لازم ترضيهم وتخدميهم، وتخلي نفسك في الاخر اذا اديتي نفسك شويه بواقي يبقى خير. اتعودي ان انت يكون ليكي وقت خاص فيكي، ان انت تعتني بنفسك. مش غلط ان انت تروحي مره كل اسبوع او اسبوعين عند صالون التجميل، تعتني بانوثتك وجمالك كزوجه وكمراه، تستحقي من نفسك لنفسك الشيء ده. مش غلط ان انت كل فتره تجيبي لنفسك فستان جديد، تشوفي ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك. مش غلط ان في يومك ال 24 ساعه يبقى عندك ساعه بتمارسي فيها رياضتك عشان تحافظي على جسمك لولادك ولنفسك. مش غلط ان انت تتكلمي مع اولادك ان ماما عندها احتياجات معينه، ان هي بتحب وقت معين تشرب القهوه بتاعتها بمزاج وتقعد تفكر او تقعد تاكل حاجه ببطء. مش لازم كل حاجه تخصك تكون مستباحة من جوزك وولادك. عودي اللي حواليكي انك عندك اشياء وعندك احتياجات وعندك مساحة شخصية. ده عمره ما هيقلل من حبك ليهم ولا هيقلل من العطاء اللي بتديها لهم، بالعكس هيربيهم ناس مسؤولين وهيعودهم ان انتي بشر عندك احتياجات لازم تحترم، ويكونوا حريصين احيانا على اسعادك. وده مش نرجسية او نوع من انواع الكبر